الخير، حبيت اعمل ريل جديد عن هند عبد السلام الحكاءة الجميلة، حكاءة اسكندرية وصديقتي العزيزة الله يرحمها. ايه اللي اتعلمته من هند؟ هند كانت من الناس اللي ما بحسش ان هي عندها فكره الغيره من حد تماما. يعني كان في ناس اكيد بتغير منها، كانت شخصيه جميله جدا، كانت جميله شكلا وجميله كمان روحا، لكن كانت دايما بتتكلم عن فكره مقاومه الغيره. يعني لما تشوف حد غيران من حد او حد يحكي لها ان هو متضايق ان انا مثلا لسه ما جاليش مثلا طفل، لسه ما خدتش الوظيفه اللي انا بدور عليها، وغيران من حد، وهو بيحكي لها بس عن احساسه، حتى عن فكره الغبطه، يعني اللي هو ما بيقولش يا رب اللي قدامي ده يجرى له كذا، بس هو نفسي ابقى زي فلان. كانت دايما تضحك كده وتقول والله الناس دي مسكينه، والله الناس دي غلبانه قوي. ما هو معنى ان ربنا رزق فلان ان هو هيرزقك، وفي كل الاحوال انت خدت اللي انت عايزه او ما خدتهوش، مهم جدا ان انت تكون راضي. ما ينفعش ان ربنا يبقى اداك حاجات كتير وتقف عند الباب الوحيد اللي لسه ما اتفتحش، وتقوم جاي تفضل مخبط طول الوقت وتقول له ليه يا رب. التعبير ده كان بيعجبني جدا.